الخياطات يخدموا خدمه بزاف نقيه، يعني خدمه تشرف، بصح ما عندهم حتى زبون. وكاين اللي خدمتها عاديه بصح ديما مشغوله. الفرق ماشي في الخياطه، الفرق في العقليه. مساء الخير عليكم خياتي العزاز، ان شاء الله تكونوا باحسن حال. اليوم جبت لكم سلسله لاكبر دوره تسويق، يعني بعد هذه الدوره راح ندير لكم درس مور درس. منين تخلص هذه الدوره صدقيني حبيبتي راح تكون عندك مبيعات بالملايين. تبعي برك لا فيديو تاعي حبيبتي، ما تنسيش تشتركي معايا في القناه، تفعلي زر الجرس باش يلحقك كامل الجديد تاعي. الدرس الاول اللي نبداو فيه تعلموا عقلية صاحبة مشروع ناجحة، يعني كيفاش تكون العقلية تاع صاحبة المشروع الناجحة، وكيفاش راح تكون تاع الإنسانة اللي ما عندها حتى مبيعات، وإنسانة يعني كما نقولوا فاشلة. هذا هو بالعامية تاعنا. كنتي انجح يعني خياطة وعندك خياطتك وفينيسيون في العالم، انجح وحده وابرز وحده في العالم وما يعرفك حتى واحد، ما راكيش صاحبة مشروع، راكي صاحبة هواية وفقط. هنا اكيد راح يجيك في بالك وشنو هو الفرق بين الخياطة كهواية والخياطة كمشروع. الخياطة كهواية انك تخيطي كي يجي الطلب، يعني كي تكون عندك كوموند راح تخيطي، ولا تجي جارتك ولا تجي صاحبتك ولا تجي فاميلتك، ولا عندك كوموند هكا عند هكا من فيسبوك ولا الانستغرام ولا وحده زوج ثلاثه. الخياطة كهواية تعني نخدم بلا تسعير واضح، يعني ما عندكش تسعير ثابت، ما ديريش السعر تاعك ثابت. وهذا الشيء اللي شفتو عند بزاف خياطات، وهذا خطأ كبير تقع فيه الخياطات، انها ما ديرش سعر مناسب ولا تحشم انها دير السعر. حاجه واحده اخرى تاني، نحشم اني نوري خدمتي ولا نحشم نعرض الخدمه تاعي. الخدمه تاعك لازم تعرض باش الناس تعرفك، باش تجيبي الزبائن ويقعدوا زبائن اوفياء ليك. لازم تعرضي خدماتك بدون حشمه انت، يعني هذا الشيء يدخل لك في الثقه تاعك والثقه في خدماتك. كاين ناس تخدم بيان مي ما عندهاش ثقه في روحها. بزاف خياطات ثاني يخدموا بعباره يجيب ربي. كيفاش حبيبتي انت ما تعرضيش خدماتك وما تسميهاش قعدي تجيب ربي؟ هذه واش معناتها؟ انه الخياطه تكون كهوايه. حبيتي تعرفي كيفاش تكون الخياطه كمشروع؟ ديري رجع من لا فيديو. ما تنسيش الخياطه كمشروع عندك لازم يكون عندك وقت العمل ثابت، يعني تخدمي عادي من 8 ل 4، ماشي تخدمي في الليل، تخدمي في الفجر، تخدمي لا حبيبتي، دي الوقت تاعك اللي يساعدك. اكيد الا كان يساعدك في الفجر وتنوضي مور الفجر تبداي تخدمي كما انا كنت كيف في بداياتي كنت نخدم على الفجر، يعني عادي لازم بصح يكون عندك وقت ثابت. من الاحسن يكون من 8 ل 4 كاي عامل، يعني ما تزيدي ما تنقصي. السعر تاعك يكون ثابت، يعني الزبون كي يجي لعندك ويلقى باللي انت متردده في السعر كابابل تحبطيها له، هذيك هضري معاها شويه تحبط لك السعر. هذا الشيء راح يضرك بزاف. يعني انا هذا هو السعر تاعي، ديتي ما ديتيش يجي غيرك ويدي. لازم تكوني واثقه من روحك في هذا الشيء. نعرف بخدمتي، هذا الشيء مهم بزاف. لازم خدمتك تعرفي بها، تقعدي تروجي لها هكا باش الناس يعرفوك مليح. عندك نخطط ونتعلم التسويق، هذه أهم حاجة. لازم تتعلم التسويق، طريقة كيفاش تسوقي، طريقة كيفاش تروجي، كيفاش تتعاملي مع الزبون. اسمعيني مليح في هذه العبارة، الموهبة بلا تسويق تموت بالصمت. يعني التسويق ثم التسويق ثم التسويق. على هذه كان هذا أول فيديو درته لكم في القناة، كيفية التسويق. النقطة الثانية اللي نروح ليها وهي نقطة مهمة، عقلية الضحية vs عقلية صاحبة مشروع. يعني كاين إنسانة تكون عندها عقلية الضحية، وكاين إنسانة تكون عندها عقلية صاحبة مشروع، وهذه هي الإنسانة الناجحة. نفوتوا في أول حاجة عقلية الضحية. الناس اللي ما راهيش تشري، يعني ما كاش خدمه، الناس ما راهيش تشري، على بالكم طاح السوق. هذا هو الكوميرس، ما كاش الناس راهي حابسه. جامي هذه الناس دايما تشري ودايما تلبس ودايما تقعد تلبس. صح كاين اوقات كيما العيد لرمضان يزيد فيهم بكثير وقت الشراء، بصح الناس جامي تحبس ما تشريش، يعني الناس كل يوم راهي تشري. الحاجة الثانية السوق واقف، السوق راهو هكا كامل، وين تروحي ما كاش، قاع الحوانت ما مش يخدموا. هذه أكبر غلطة تطيح فيها صاحبة المشروع. وكاين حاجة تقول لك باللي السلعة راهي في السوق حابطة،
حبيبتي ما تتبعيش السوق باسكو السوق يخدم بالجمله، والحاجه اللي تخيطيها نتيا ماشي كيما الحاجه اللي تنباع في السوق. الحاجه اللي تخيطيها نتيا راح تكون اكثر فينيسيون واكثر تعب عليها، ماشي كيما الحاجه اللي تخيط في لي زاتولي الكبار. ويعني حتى القماش اللي تشرى بالقرو راح يكون نوعيته رديئه جدا على القماش اللي تشريه نتيا كي تخدمي به كخياطه. الحاجه اللي دوختني ونسمع بها بزاف عند اصحاب المشاريع سورتو تاع الخياطه، يقول لك بلي كاين منافسه. وين ما كاش منافسه؟ المنافسه في القرايه، المنافسه في الصالات، المنافسه في كل حاجه في الدنيا. مي بصح مادام كاين منافسه، وعلاه تقلي روحك وترجعي روحك دائما انت الضحيه اللي تقدريش تربحي في هذه المنافسه ولا لا. الزبائن ما يحبوش يخلصوا، هذه بزاف تصرى حبيبتي. الانسان كي يلقاك واثقه من روحك راح يخلصك. ما تخلصيش نتيا مادام راكي تخدمي، ما تديش حاجتك حتى تخلصني. هذه هي اللي ما يخلصكش ما يديش حاجته وبيعيها جهه اخرى. هذه هي. ودوكا نروحوا لعقليه صاحبه مشروع. كيفاش نخليهم يشروا؟ هذا واش تخمم. كيفاش نخلي الزبون تاعي يشري؟ كيفاش نقنعه بخدماتي؟ هذا واش يخمم الانسان الناجح والانسان اللي احب يكون مشروعه ناجح. كيفاش نتميز على غيري؟ كيفاش ندير دي موديل خير من فلانه، خير من فلتانه، نخزر نحوس نشوف فلانه واش دارت. نحب نطور روحي، ما نعاندش، نحب دائما نطور من روحي. كيفاش نطور خدمتي؟ الخدمه ما لازمش تحبس. كيفاش نجيب موديل من راسي؟ كيفاش نزيد نريكتيفي؟ هذه هي صاحبة المشروع. الخياطة الناجحة تحب دايما تكون متميزة على غيرها ودايما شوفي اسمعوني مليح لهذه العبارة، ديريها مليح في راسك ودايما عاوديها. الناجحة تسقسي كيفاش، الفاشلة تسقسي علاش. لازم دايما انت تكوني تسقسي كيفاش نقدر، ماشي علاش. اسمعي لي اختي مليح وروماركيها فيك، اسكو انتي تسقسي كيفاش ولا تسقسي علاش. الشيء الرابع اللي راح نقوله لك بصراحة، على بالي حبيبتي واني حاسه بك بلي الخوف هو اللي يدمر لك مشروعك. اكثر 4 مخاوف تقيس الخياطات ولا تقتل الخياطات. الخوف من السعر، تخافي انك ديري تسعير. الخوف من كلام الناس، تخافي كلام الناس واش يقولوا على خدمتك، واش يقولوا هذه فلانه قالت بالك ما ننجحش بالك نخسر. فهمتي؟ هذا هو الخوف من المنافسه. تخافي تنافسي، شوفي فلانه كيفاش راهي دايره، شوفي فلانه الموديل تاعها، شوفي فلانه شحال راهي دير الموديل. هذا هو الخوف. تاني من الظهور، تخافي تباني، تخافي تنشهري، تخافي يقولوا الناس يعرفوك. هذه بزاف يخافوا منها الخياطات. بصح نقول لك انا حاجه حبيبتي، الا خفتي من الظهور خلي مشروعك يقعد مخدي هكاك. الناس راهي تطلع راهي تكبر وانت قعدي. خبي خدمتك، خبي الموهبه تاعك، خليها موهبه ما ترجعيهاش مشروع. حبيت نقول لكم حاجه واللي هي اكبر فخ، هي عقليه السعر. شوفي السعر الرخيص ما يجيبلكش زبائن محترمين. الحقيقة الصادمة باللي زبونة اللي تشري بالرخص تعبك وقد ما رخصتي لها تزيد تقول لك رخصي لي. بصح الزبونة اللي تشري بالجودة دايما ترجع ودايما فرحانة ودايما تخليها كليونت تاعك. رخصي اليوم صح تبيعي، بصح غدوة تتعبي بزاف. كامل اللي رخصتي لهم دايما يحوسوا، دايما تزيدي ترخصي لهم وتلقاي روحك ما كيفي فايدة حتى فايدة. صدقيني اختي العزيزة، كيفاش تغيري عقليتك علميا ماشي كلام فارغ بس برك. شوفي اختي العزيزة، جيبي ورقة اكتبي فيها انا ماشي خياطة برك، انا صاحبة مشروع. من بعد حدي وقت العمل، حدي خدمتك، احترمي نفسك. شوفي اختي كي تحترمي مشروعك الناس تحترمك. قد ما احترمتي مشروعك ديري في بالك باللي الناس راح تحترمك وتحترم خدمتك وتشري عندك. احترام مشروعك يبدا من التسعير. شوفي اختي العزيزة، النجاح في الخياطة ما يحتاج ماكينة غالية، يحتاج عقلية صحيحة. شوفي في اخر الفيديو حبيبتي وش حنقول لكم، لو كان حبيتي تنجحي بدلي طريقة تفكيرك قبل ما تبدلي الماكينة تاعك. في الدرس الجاي ان شاء الله نعلمكم كيفاش تحددي الزبونة في اللي تشري منك بلا صداع الراس، يعني زبونة اللي تكون ما فيهاش مشاكل وتشري عندك. شوفوا الفيديو الجاي بزاف 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 مهم ليكم، درس ثاني سنوه عليا. غير نقول لكم دوكا الى اللقاء.